فيا عباد الله، ينبغي لنا أن نعلم أن الأمور كلها بيد الله سبحانه، مع بذل الأسباب التي يصلح الله تعالى بها أحوالنا في ديننا ودنيانا. وإنه لمن الواجب على من دخل في أسعار المسلمين ليغليها عليهم أن يراقب الله جل وعلا، وأن يخاف سطوته سبحانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد وصححه العلامة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على الله أن يقعده بعظم من النار، أي في نار عظيمة أشد لهبا وأعظم حرارة بسبب تضييقه على المسلمين وبسبب دخوله في غلاء الأسعار.